هاي هاي، كل سنة وانتم طيبين. زي ما وعدتكم قلت لكم هنعمل المخبوزات وسندوتشات الولاد للمدرسة. عاملة معاكم النهاردة سندوتش محشي، يعني سندوتش محشي باللي جواه. ملكوش حجة وسريع وسهل جدا، والعجينة بتاعته تحفة. شايفين شكلها من جوه وطرية جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. نحفظها في علبة ونحطها في الفريزر. تعالوا بينا نشوف المقادير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 6 كوبايات دقيق، يعني تقريبا نص كيلو وشوية. هحط عليهم بقى معلقة خميرة كبيرة فورية، ومعلقة سكر كبيرة، ورشة ملح. وهنا معلقتين بيكنج باودر، ومعلقتين لبن بودرة. هقلب الكلام ده كويس جدا عشان كله يمتزج جوه الدقيق. وهاجي بقى هنا معايا كوباية مية دافية. المج ده انا حطيته كله، ما شلتش منه حاجة. انا هنا حاسه ان هي بتلزق شويه، لا هي كده خلاص مستكفين. كل بقى ما تعجني في العجينه بتبقى احلى بكتير، وبتطلع طريه جدا وتبقى كويسه. هنا بقى حطيت عليها شويه زيت وعجنتها تاني، واحطها في مكان دافي لمده نص ساعه او ساعه الا ربع. هنا بقى ما شاء الله خمرت معايا، بس انا كنت واخده نص العجينه هعمل بيها حاجه تانية عشان مش هطول عليكم وقت الفيديو. فردتها كده رول، وقسمتها كده بالسكينة قسمتها. هنا معايا سجق، ده سجق بلدي شوحته كده بملح وفلفل، ومعايا حتتين بانيه قليهم. هحط كده، هفرد العجينة كده فردة خفيفة مستطيلة كده او مدورة اللي انت عايزاه، واحط فيها السجق واحطها في صينية مدهونة زيت. هنا هعمل معاكم واحدة تاني كده بالطول، تبقى شبه الفينو، يعني شكلها يبقى شكل الفينو. اهي. انا كده خلصت الكمية كلها معاكم. هبدأ بقى اشرحها شرايح خفيفة قوي بالسكينة تديها شكل. وهنا معايا معلقة لبن واحدة، عليها معلقة صلصة ورشة بابريكا، ودهنت بيها الوش وحطيت ايه، سمسم وحبة البركة. وهنا دخلت الفرن اهي. وبعد ما خرجت شغلت عليها الشواية بسيط جدا، واول ما خرجت ببخاخة مية ابخ بختين 3 واقفل بسرعة بفوطة نضيفة. ليه المية دي بتعمل ايه؟ دي بتخليها طرية جدا، مش ناشفة كده معاكي ولا حاجة. هنا بقى شايفين شكل السجق من جوه حلوة قوي. هبتدي بقى ارصها. هي تقريبا العجينة عجبها القعدة في الصينية، عشان كده قاعدة مش عايزة تتشال. شلتها بقى هنا كده بسكينة، وهجيب علبة نضيفة، علبة تلاجة، علب بلاستيك اللي عندك. شايفين بقى من تحت السوا بتاعها حلو جدا. وهبدأ أرصها، وما بين كل طبقة وطبقة هحط كيس علشان يعني ما يلزقوش في بعض، وهحفظها في الفريزر. اهو هفتح بقى دي معاكم، شكلها حلو جدا، والعجينة طرية وطعمها حلو، السكر مع الملح مع الخميرة مديها طعم حلو جدا، واللبن البودرة كمان. هقفل بقى دي بس لما تبرد خالص، وهدخلها على الفريزر. قبل ما ابنك او بنتك ينزلوا الصبح طلعيها دخليها الميكروويف، يا دوبك تسخن وتبقى زي الفل معاهم. وبألف هنا وشفا، وجربيها. باي باي.